السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. الله يسهل عليكم كاملين، وشكرا لكم بزاف من القلب كيف ما كنقول لكم دائما. المهم الحبايب ديالي، اليوم الوصفه ان شاء الله ديال الملوي بلا زبده. اختي ما ديريش فيه قطره ديال الزبده، غير بالزيت كيجي ما يمكنش. كاينه واحد الخلطه اللي ضروري تعرفيها. المهم الحبايب ديالي، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا السر ديال هذا المسمن ولا هذا الملوي هذا شنو هو. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحط في القصريه ديالي، ما المفروض ندير واحد شويه الملحه هي الاولى، ولكن اختي حتى الاخر ان شاء الله عاد غنديرها. خاصني نحيد واحد شويه مسمن شويه ناقص من الملحه على حساب ماما. المهم بسم الله على بركه الله، درت معلقه كبيره ديال السنيده، زدتها ربعه الزلايف كبار ديال الطحين عامرين ما يعادل كيلو الا ربع ديال الطحين. ودابا غادي نزيد زلافه ونص ما عامرش يعني بزاف ديال فينو، يعني ما يعادل يعني رابعه ديال فينو، رابعه ديال فينو. وغادي نخلط هذا الشيء هذا كامل، وغادي نزيد واحد القبيصه ديال الخميره، ماشي بزاف البنات، غير واحد شويه. انا غتشوفوا في بين يديا واحد شويه ديال الخميره، حيت حتى الخميره كتعطي واحد السر زوين للملوي باش كيجي محلول وكيجي مورق، يعني كتجي الورقه معزوله كيف ما شفتوا. غير واحد شويه ديال الخميره، انا راه غنقص منها، ما درتهاش كامله، نقصت منها كيف ما شفتوا. هاد شويه ديال الخميره، ونعجن بالماء بارد. ما ديروش الماء سخون بلا مره ولا الماء دافي، الماء يكون بارد من الروبيني. انا عمرت قرعه ديال سيدي علي فيها 2 لتر، ولكن ما عجنتش بها كامله، عجنت تقريبا بإطرو ونص ديال الماء. غتشدي الماء بارد، ما يكونش سخون كيف ما قلت لكم، وما يكونش دافي باش حقاش الخميره في العجينه باش ما تخمرش لكم العجينه. وبطبيعه الحال غادي دابا نعجن هذا الشيء هذا كامل. وكما قلت لكم انا الملح ما درتهاش في الاول، ولكن غنديرها ان شاء الله من بعد ما غنعجن العجينه ديالتي، وغادي نقسمها لجوج ديال الاجزاء. طريف غادي نخليه لماما على حقاش الملحه ما كتاكلهاش، والنص الاخر عاد غنزيد فيه شويه ديال المليحه. ها انتم غتشوفوا قدامكم داكشي، يعني راني صورت لكم لي زيطاي كاملين، والطريقه جد سهله. وخاصكم تعرفوا انا كنصاوب هنا الملوي، وراني يعني كنجمع الدار وكنسيق وجدت الغدا يعني يدي هنا وهنا، ماشي زعما صاوبته بالكانه ولا موجده ليه، لا والله العظيم الا به فيه. ولكن عرفتوا كيفاش جا؟ راه والله العظيم الا جا كيحمق يا البنات، غتجربوه غير حموليه والديا عليه. وكما قلت لكم الزبده حيديها اختي بالمره. المهم الحبايب ديالي، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الملوي كيفاش طلع، راه جا كيحمق. شوفوا العجينه ديالتي كيفاش مرخوفه، كيفاش مطلوقه. راه ما دلكتها ما علكتها ما والو، غير جمعتها بالماء، غطيتها ببلاستيكه. وراكم شفتوا راني قسمت واحد الطريف خليته للوالده، وهاد النص الاخر انا وخواتاتي ووليداتي. المهم العجينه جات مطلوقه، وشوفوا تبارك الله ما شاء الله كتلعب في اليد. يعني ما خاصهاش تكون العجينه قاصحه، تكون ما قاصحاش بزاف وما تكونش يعني مرخيه بزاف. وتبارك الله ما شاء الله جات زوينه العجينه. وكما قلت لكم راه غير بالماء ما بارد. والطريقه ما تخشي ما تدلكها ما تدلكك، خليها بحال هكذاك، غطيها بالميكا وسيري ميكي على 1 ساعه. ولكن ما تحطهاش في شي بلاصه اللي سخونه بزاف، على ود راكي دايره واحد شويه ديال الخميره باش ما يخمرش داك الملوي. وتكون يدك شويه، يعني حنا بحكم الدومين ديال المغازه وهذا، يعني اليد كتكون مطلوقه. انا متعوده على يعني كنصاوبوا تبارك الله. راه ما كانوش غير حقاش كانوا معايا يعني الخدامه وهذا، كنت يعني كنتكل عليهم، لا راه بيديا بيديهم، ما كاينش خدام عندي ولا خدامه عندك، العوين وصى عليا الله عز وجل. دونك كنا كنتعاونوا واستفدت منهم بزاف. داك الدومين
بصح خديت منه بزاف ديال الاستفاده. دونك كنت يعني يدي بيدهم ملي كيكون عندهم بزاف ديال الشغالات كنمشي انا بالزربه كنقطع هكا وكنلوي، وكتكون الخميره في هذا. وسيرتو في الصيف تبارك الله راه خدمنا في الصيف كانت الخدمه كثيره. دونك كنا كنلويو تقريبا 4 طاوات ديال الملويات يكونوا عامرين تبارك الله، كل طاوه فيها 40 ملويه حتى 50 ملويه. وبالزربه يعني تبارك الله ما شاء الله بطبيعه الحال هذاك ديال المكازا كنا كنديروا فيه الزبده. مي هذا اختي بلا زبده. وهنايا راني قطعت هادوك 4 اللي شفتو هكا راهم مسوسين، والشي الاخر اختي فيه الملحه. دابا غادي اختي نقول بسم الله وغادي نبدا. هنا الوصفه، هاد الوصفه عرفتي شنو راه كنت كنصور لكم ملي كنت كندير المقادير، ما فهمتش التليفون كل مره كيفاجئني، ولكن ماشي مشكله. هنا درت اختي كاس كبير ديال الزيت، درت تقريبا 6 المعالق كبار ديال فينو، درت معلقه كبيره ديال الفورص، وغنزيد اختي هاد الخماره هادي ما خويتهاش كامله، نقصت منها واحد الشويه، غير واحد الشويه تقريبا شي نص معلقه صغيره اللي حيدت منها. وغادي نخلط هادشي هذا كامل، غادي نضربوه هكا في هاد الاشوار هادي باش يتخلطوا ليا مزيان. بغيتي ما تخلطي لا في هاشوار لا في طراب كهربائي، ديري غير بيديك هكا بشي مغرفه ديال العود وحركي مزيان كيف ما كتشوفوا، بحال اللي فيه الزبده، بحال كيبان لكم اللون ديالو بحال اللي فيه الزبده. والله العظيم ما فيه قطره ديال الزبده والو بالمره. الزبده جربيها اختي وردي عليا الخبار، راه جهشيش وكيحمق. انا راه باقا كنشكر فيه حيت بصح نيت صدماتني النتيجه. المسمن بلا زبده شويه كيكون قاصح، وهذا جرطب جهشيش ومرق تحلفي عليه حتى فيه الزبده، ولكن راه جوار. المهم عندي واحد شويه ديال الزيت في هذيك الزليفه كيف ما كتشوفوا، وغادي نخدم اختي في سطح العمل كيف ما كتشوفوا راني مركبه بنتي نريمان حيت بغات تنعس ضروري اختي ما نركبها. رجيلاتها باقي صغيورين مقينه اختي، واخا يقيسوا لي اختي سطح العمل دايزه اختي. المهم حبيب ديالي الله يخلي لكل واحد وليداتو الله يصلحهم يا ربي. المهم غادي نقول بسم الله اختي وغادي نبدا دابا. غادي نطلق العجينه ديالتي حتى يبدا يبان ليا داكشي سطح العمل، تبدا يبان لك من فوق من داك يعني من تحت مسمنه كيبان لك بانها كتورق مزيان. راه حتى هاد الطريقه ديال التورق ديال المسمن ولا كيفاش كتسرحيه راه مهمه البنات، ماشي تخليه غليظ، تخليش العجينه يعني قاصحه هكا شاده راسها، لا نورق مزيان مزيان. واخا تشرق بحال هكاك ما كاينش المشكل، تشرق من عنده ما يدي ولا يجيب من الملوي، ماشي سبب باش يخلي الملوي ما يطلعش زويون، لا. هنا راني كنجبد مزيان غنسرحها مزيان. درت معكم يعني هكا الطريقه واضحه باش هكا تبان لكم مزيان. صراحه راه الطريقه سهله وواضحه وباينه يا البنات، غير جربوه ردوا عليا الخبار. دابا غادي نشد شويه من داك الخلطه اللي في داك الكويس، هذاك العبار شتي داك الكاس هو اللي درت ديال الزيت نيت، في هذاك الكاس اللي درت فيه الزيت ملي طحنت في داك الخلطه درتها في هذاك الكاس باش خدمت به نيت. هذاك القياس ديال داك الزيت اللي انا درت وكفاني، يعني راه كفاني. كنهز هكا بالمعلقه وكنسرح بحال ملي كتكوني مثلا. راه كاينه واحد الطريقه اخرى ديال كيكون فينو بوحدو كتكون الزبده والزيت بوحدها، لا حنا درنا بلا زبده ودرنا الزيت كما شفتوا الزيت والخماره والطحين وداك الشيء كامل طحناه في مره واحده وخدمت بهذه الطريقه هذه. وطريقه سهله صراحه ما كتضربيش تماره، والله ما خذا ليا من الوقت ديالي بزاف. المهم الحبايب ديالي بقاو معايا حتى الاخر تشوفوا ليا المنوي كيفاش جا. يلا الحادقات بانوا نوضوا نفرحوا هكا وليداتنا ونفرحوا مول الدار ونديروا على وجه الحباب. الا جا شي واحد هكا نصاوبوا ليه مليويات ساهلين، وكيما قلت لكم اقتصاديا راه بلا زبده اختي.
ودابا اختي شوفي ليا المسمن من بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا، ما شاء الله يا البنات. راه باقي يعني الدخان ديال المسمنه باقي كطالع منها. شوفوا كيفاش كنلعب بالملويه بيديا، كنكمشها يعني كنجمعها وكنسرحها وباقا رطبه. راه جا غزال يا البنات. انا غنحل معكم ما وحده ما جوج ما ثلاثه باش تاكدوا باللي شوفوا كيفاش كيجي. راه والله العظيم ما فيه الزبده. جربيها اختي وردي عليا الخبر. ها نتوما هادو في الاول حليتهم، شوفوا كيفاش جاو محلول، جا كيشهي، جا كيحمق. وتبارك الله كانت يعني كيلو الا ربع ديال الطحين عطاني واحد الكونتيتي اللي محترمه. تبارك الله راه كلينا فيه وشاط الخير، يعني ما شاء الله. هذه اختي جبتها من المقله. انا غادي هكا ضروري ما تضربي المسمن هكا بيديك، يعني تخبطيه هكا بيديك. هنا غنقرص قدامكم باش تشوفوا الطريقه ديال التقراص، ما يكونش رقيق بزاف وما تخليش مدقص ولا غليظ من الوسطى، باش ما يجيكش يعني من الوسط معجن. بالعكس، كيف ما كتسرحي الطبقه من الوسطى كيكونوا من الجناب، يعني كتسرحيها متوازنه هكا باش كيجيك الملوي طايب ومحلول. ها يا اختي هذه يلاه جبتها من المقله باقي سخونه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كله جا محلول وجا غزال. وشاطوا شي حبات وخزنتهم في الكونجيلاتور وبقى والله العظيم جا واعر بلا زبده، جا زوين. غير جربوها البنات وردوا عليا الخبر. المهم الحبايب ديالي شوفوا تبارك الله الكونتيت اللي عطاتني، وباقي واحد الربعه ديال الوالده يلاه غادي نطيبهم لها بوحدها هذوك. يعني حيت هادو اللي باش ما يتخلطليش المالح مع الحلو، المالح مع المسوس ونولي تنرون. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. المهم الحبايب ديالي فيديو مفيد فيه الاستفاده، واحسن واهم حاجه ما فيهاش الزبده اختي، لا بالنسبه للناس اللي مرض ولا اختي من ناحيه تجيب راه الزبده ولا ديرها القرون. المهم الحبايب ديالي شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى الدعم ديالكم ليا. لا يخطيكم عليا، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد كنحماق عليكم كاملين.